يمشي التراب يضمني وهو غطائي، حولي الرمال تلفني بل من ورائي، واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي. أخي الحبيب، أنت الآن في زمن المهلة. قد تكون هذه الليلة آخر ليلة في حياتنا كلنا. يمكن يكون إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اجعل لنفسك يقين أن هذه الليلة قد تكون الأخيرة. شنو أفوع عن نفسي؟ لا، العاقل هو اللي يقول هذا الكلام. استعد لموته. طيب شو تسوي؟ إذا عندك ذنوب ومعاصي الآن روح توض، صل ركعتين، تب إلى الله مما فعلته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بس أقول استغفر الله وخلاص؟ لا لا يا أخي الحبيب، يقول لك أول شيء تكون ندمان ولا لا؟ ندمان على اللي سويته ولا مو ندمان؟ إذا مو ندمان ما هي توبة، والندم ترى من القلب. شيء ثاني تقلع، يعني عندك أشرطة، عندك أفلام، عندك صور، عندك أمور سيئة، شقها احرقها الحين. لا تنام وتقول باكر، ما ينفع. قد ما نقوم، قد ما نستيقظ. أخي الحبيب الآن أتلف كل ما عندك، كل شيء يذكرك بمعصية. رقم تليفونك سكره، عشيقة، زميلة، عشيق، زميل، صاحب، إذا كنا خايفين صج، وإذا كنا نحب ربنا صج، وإذا كان الواحد يستعد لهذه الحفرة صحيح، حتى الرقم غيره من باكر. إذا كنت يوم من الأيام قد ظلمت إنسان أو فعلت فعلا، يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب، فكر لما بعد الموت. ماذا ستفعل وماذا ستصنع؟ ماذا ستقول يا عبد الله؟ الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. سيأتي اليوم الذي ستمدد فيه على فراشك. تريد أن تودع الصغير فلا تستطيع، تريد أن تودع الكبير فلا تستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. كيف يكون الحال في تلك الساعة؟ يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتف الساقان. تريد أن تتكلم فلا تستطيع، تريد أن تقول فلا تستطيع. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. أرجوكم الليلة ما ننام، الليلة ما ننام إلا الواحد يتسامح من أمه، يتسامح من أبوه، اللي عق والديه، اللي قطع أرحامه، اللي فعل ما فعل. ترى ربنا غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن اللي ما يتوب، وأن عذابي هو العذاب الأليم.